فتره واحد صاحبي كلمني قال لي ان في حد قريبه جسمه كله وجعه، لما حد بيلمسه في اي حته في جسمه بتوجعه. راح لدكتور قال له يحلل الحديد، لقى الحديد طبيعي والفيريتين عالي. اللي مش عارف، انا معظم اللي بيتابعوني مش دكاتره، الفيريتين هو الهيئه اللي بتخزن بيها الحديد في الجسم، فهو لقى الحديد طبيعي والفيريتين عالي. دي عندنا بتخلينا نمشي في طريقين. الاول بيقول ان انت في العادي لو خدت حديد كتير فالحديد هيزيد في جسمك، وبعد ما زاد في جسمك بيحاول يخزنه، فيروح يملى المخازن. هو بيتخزن في الكبد، يروح يملى الكبد، وبعدين المخازن اتملت مش عارفين نوديه فين. بقى عندنا حديد كتير وخزنا على قد ما نقدر، فبيقوم طالع في الدم، فوقتها بنلاقي الحديد عالي والفيريتين عالي. انما الكيس عندنا مش كده، احنا عندنا الحديد طبيعي والفيريتين هو اللي عالي. فدي بتقول ان في مشكله في المخازن، فبقت بتطلع الفيريتين. فانا قلت له طب ما تخليه يحلل انزيمات كبد، فقال لي ده هو فعلا حلل انزيمات كبد وراني لقيتها عاليه. فاستغربت، او مش استغربت يعني، الموضوع بدا يبان لي منطقي شويه. فقلت له طبعا هو يروح لدكتور كبد، انا في النهايه مش متخصص كبد. وكنت متوقع حاجه معينه هقولها لكم دلوقتي. بقى انا اصلا ليه بعمل الفيديو ده؟ انا بعد ده دخلت اتكلمت شات جي بي تي، قلت له عندنا حد عنده حديد طبيعي وفيريتين عالي، ايه رايك؟ فقال لي ما تخليه يحلل انزيمات كبد. فقلت له حلو، حللنا وخد النتيجه اهي. فقال لي احنا كده عندنا مشكله في الكبد، ايه رايك نخليه يحلل فيرولوجي، نشوف مثلا هيباتيتس بي وسي، فيروس بي وسي للكبد، ونعمل له سونار على الكبد عشان ممكن يكون عنده فاتي ليفر. دي الحاجه اللي كنت شاكك فيها اصلا، ممكن يكون عنده دهون على الكبد. وكمان نحلل له شويه انفلاميشنز ممكن تكون هي السبب في ده، راحت اثرت على الكبد يعني. المهم بقى صاحبي لقيته النهارده بيكلمني قال لي يا دكتور انت معلم، الراجل طلع عنده دهون على الكبد. فقبل ما انا اكون معلم، شات جي بي تي ده ايه بقى؟ الطفل اللي لسه بيحبو في الطب ووصل لانه يفكر بالطريقه السيستماتيك دي، ويفكر كشخص ناضج بالطريقه دي في الوقت الصغير ده، هيوصل فين كمان 5 و10 و20 سنه؟ الطب رايح بينا على فين؟ فانا عامل الفيديو ده عشان اقول لكم استخدموا شات جي بي تي، الموضوع بيفرق جدا وبيساعدك جدا. هو حاليا هو مش هياخد مكانك، بس هو هيبقى مساعد ليك وهيفرق جدا في الطرق اللي انت بتفكر فيها، وده في اي مجال مش في الطب بس طبعا. لو انت لسه بدأتش لازم تتعلم عليه. الفكرة بقى ان انت عشان تعرف تتكلم الاي اي لازم تتعلم تكتب اي اي برومبتس مظبوطة، لان دي اللي بتفرق الاجابة اللي بتطلع لك عن الاجابة اللي بتطلع لشخص تاني، الطريقة اللي انت بتتكلم بيها الاي اي. فانت محتاج تتعلم الاي اي برومبتس، وانا الفترة الجاية هكون بتكلم عنها واعلم الناس ازاي يخاطبوا الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصح اللي تطلع لهم احسن نتائج. فلو اول مرة تشوفني تابعني.